السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي، ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهارده هنبدأ مع بعض عزومة من عزومات رمضان. طبعا الفيديو دوت انا قايله لكم قبل كده، كان عندي فيديوهات متأخرة ما نزلتوها لكوش في رمضان، فطبعا كنت تعبانة وكده فما عرفتش انزله لكم. فده الفيديو دوت من الفيديوهات اللي كانت متحوشة عندي في رمضان. ده يعتبر اخر فيديو. تمام، تعالوا بقى نشوف مع بعض ونسمي بسم الله. بس ما تنسوش بقى باللايك والشير والكومنت عشان يوصل لكم كل جديد. زي ما انتم شايفين جبنا السمك البلطي، نضفناه وغسلناه كويس جدا، وبدأنا ان احنا نتبله. تبلته بايه؟ عندي سمك شبار، وعندي سمك غطيان. عندي النوعين دول انا عاملاهم. تمام، هنقسم الشبار لنوعين. شبار هنعمله صينيه، وشبار هنعمله مقلي. تمام، مع الغطيان المقلي. تبلناه كالمعتاد بثوم توم وملح وخل وفلفل وكمون. تمام، ده التوابل بتاعتي اللي انا تبلتها بيها، وشويه شطه. تمام، تبلتهم وسبتهم شويه على جنب. تبلت الشبار وتبلت الغطيان وسبتهم على جنب. وطبعا وريكم من شويه ان انا عامله كمان مع اللهم صل عليك يا نبي، تمر باللبن، وعامله صينيه كنافه. طبعا الحاجات دي عاملاها قبل كده وياكم كتير، فما رضيتش ان انا انزلها لكم واوريكم احنا بنعمل ايه، فانا بختصر لكم في الفيديوهات. تمام، هنا بنعمل صينيه السمك بتاعتي. صفرنا البصله مع توم. انا دقت توم مع البصل، او فرمت التوم مع البصل مع قرن شطه حامي، وبدات نقلبهم على النار كده في صينيه عشان احط فيها السمك بتاعي الصينيه. هنا صينيه السمك بدات هنا تتسبك اهيت. هنبدا بقى ننزل بالسمك بتاعي زي ما انتم شايفين. طبعا احنا حاطه لها التوابل بتاعتها، حطيت الملح والفلفل وكمون وشويه شطه، وكنت حاطه كمان قرن شطه حامي مع الثوم والبصل اللي انا مقلباهم مع بعض. فرمت الثوم والبصل مع بعض، وقمت سايباهم يتشوحوا كده على النار مع شويه زيت. وبدات انه ياخد بس لون اصفر كده رايق كده، مش هغمق البصله، لا انا عايزاه فاتح كده شويه، اصفر فاتح. وبعدين انا كنت مقلبه كمان معاه قرن شطه حامي علشان يديلي طعم حلو. تمام، وبدات انزل بالسمك بتاعي زي ما انتم شايفين. رصيت السمك بتاعي اهوت، ظبطت السمك كده بتاعي علشان ابدا يا دوبك تغلي غلوتين وادخلها على طول الفرن. تمام كده، صينيه السمك عندي بقت تمام. هنجيب بقى حله رز علشان نعمل الرز بتاعنا، رز بالشعريه. جبت حله هي كبيره علشان تقضي، طبعا احنا عاملين عزومه، فطبعا نجيبها بقى اكبر حله عند حماتي عشان نعمل فيها الرز. تمام، هنبدا نقلب بقى الشعريه مع شويه الزيت، ياخد بس اللون كده اصفر كده حلو، وببدا انزل على طول بالرز بتاعي. طبعا انا قبل ما ادخل صينيه السمك الفرن رش عليه شويه زيت كمان من فوق الوش عشان تتحمر لي تحمير حلو. خلاص، حطيت الرز بتاعي على الشعريه وقلبتهم. طبعا انا كمان بصور بايد واحده ومفيش وقت كمان، فبقى بنجز في الوقت، فبحاول على قد ما اقدر بصور لكم. تمام، بخطف لكم كده كام لقطه كده من العزومه بتاعت النهارده. طبعا انتوا عارفين وشاطرين، انتوا عارفين انتوا بتعملوا السمك ازاي بالرز، بس انا بحاول اشارك معاكم فيديو النهارده تشجعوني فيه. تشجعوني بقى في فيديو، في اللايكات والكومنتات بقى، وكلمه حلوه كده تشجعني ان انزل لكم فيديوهات كتير. بدات الغطيان بتاعتي ان انا اقليها، فخلاص كده كان ما عادش حاجه على الاذان. فبدات ان انا اجيب السمك بتاعي اللي انا متبلاه. انا حاطه هنا كمان الليمون بتاعي اللي انا عصره فوقه، حاطه كمان الليمون البواقي الليمون كمان في قلبه. تمام، بدات ان انا اقلب الغطيان كده، اعملهم بالدقيق علشان اقلي السمك على طول. هخلص بس الكميه دي كلها اللي انتوا شايفينها، اعملها بالدقيق واحطها في صينيه جنبي كده تبقى جاهزه. واقف بقى على البوتاجاز بقى ابدا اقلي واحده واحده. هنا بواحده بواحده اهوت. ببدا ان انا انفض الدقيق من السمك علشان لما تحط سمكه في قلب الزيت ميبقاش كلها دقيق. هيبدا نازل بواقي الدقيق في قلب الزيت، وتلاقيها كل الزيت اتحرق. فطبعا احنا بنفض الدقيق خالص، ما انتوا شايفين بالطريقه اللي انا بعملها ديت. بنفض الدقيق من الزيت بنفض السمكيه من الدقيق، وببدا ان انا ارصها في قلب الصينيه زي ما انتوا شايفين اهوت. مفيش فيها اي حاجه خالص في قلب الزيت. الزيت يا دوبك بدا يسخن ونزلت على طول واحده بواحده اهو.
يبقى اصفر رايق كده. ومجهزه جنبي الوقت اوريكم ميه بخل وليمون وشويه اهو دهم ميه بخل وتوم وليمون وشويه ملح صغيرين. تمام. ببدا ان انا ارش عليهم كده من فوق الوش عشان يديلك كمان طعم وكمان يطرى. تمام. في ناس ما بتحبش كده وبترش بس شويه ليمون من فوق الوش، لكن الطريقه دي صراحه بتبقى بتخلي السمكه جميله جدا. حطيت السمك اللي يطلع على طول احطه في صينيه او طبق كبير كده، واقوم حاطه ارش عليه شويه توابل، ويبقى بسم الله ما شاء الله حاجه كده عظمه. هنا الصينيه بتاعتي كده كانت كملت، صينيه الاكل اهوت، وحطيت كمان اكل كمان على الطبليه. طبعا احنا عند حماتي فبناكل على الطبليه، وفي صينيه كمان للرجاله كمان اهيت. فطبعا انا صورت الحاجات اللي طلعت، في حاجات كنت لسه ما خلصتهاش، يعني السمك المقلي الشبار لسه ما كانش لسه خلص. وكان الفيديو بتاع النهارده. اشوفكم في رعايه الله.